الواحد ما كمّلش يومين من فرحة الماتش اللي فات، مع إننا خسرنا برضه، بس فرق السما عن الأرض بين الماتشين. واحد كان عنده وجهة نظر ما كانش بيأفور، أمّا الماتش اللي فات كنا بنلعب الناشئين، كان الواحد فعلًا مبسوط من الشكل. أدينا أهو رجعنا لعبنا بالصف التاني اللي فيه منهم ناس أساسية أصلًا، وخسرت من فرقة درجة تانية أقل من المحلة أصلًا، فرقة مش محتاجة أصلًا تلعب لها بصف تاني ولا حاجة. أنت لو لعبت بالناشئين هتكسبهم. لعيبة المصرية أصلًا مش قادرين يجروا، أكيد يعني بدنيًا مش ملتزمين وكده ومش قادرين يجروا، ما عملوش حاجة أصلًا، يعني هُم واقفين ورا طول الماتش. فرقة زي دي مش محتاجة لعيبة high class، ما تجيش تقول لي بقى إحنا بنلعب بالصف التاني والهجص ده. بالعكس، أنت والله لو ابتديت النهارده بالعيال الناشئين اللي لعبوا الماتش اللي فات والله كنت كسبت مستريح كمان. مفيش فني تتكلم فيه اكيد، والماتشات دي دايما فرديات، كل واحد بيعرف يعمل ايه. فطلع المدرب من الحته دي، مطلعوش قوي بس يعني ايه، اركنه على جنب، او يعني اركن الفنيات على جنب، مع ان هو غلطان. لا، لسه العيال لعبه الماتش اللي فات كويس. انزل الماتش ده ارمي كل دول بره خالص، ولا كانهم لعبوا الماتش اللي فات ولا اي حاجه. واديك خسرت يا باشا، اديك خسرت، لا شكل ولا روح ولا اي حاجه. وارجع على طول الفيديو اللي فات، قلت لك سيحه ده مش كويس او مش مطمن. الماتش اللي فات جاب فيه 3 اجوان باللي اتلغى، يعني 3 اجوان هو غلطان فيهم، واقف مش داري. حتى الماتش ده بص على الجون الاول، يعني الكاميرا لما جابته من ورا كده، الكوره في ال 18 هو طالع يقول لهم اضغطوا يا ابني، انت ارجع ورا وعينك على الكوره. لا، الجون الاول ده يشيله مليون المية. شكله حارس مش كويس، بس مش مشكله، كده كده اصلا شوبير مش بياخد فرصه، فهو مش هياخد فرصه. تعالى بقى على الناس اللي كانت بتلعب اساسيه، هم داري وياسين منعي والعش. بالنسبه لداري، الكره اللي هو اترقص فيها دي كفيله لوحدها اللي هو يعني يمشي من الاهلي من غير تفكير. ده لعيب فئه اولى يترقص بالشكل ده من لعيب درجه تانية ولا درجه تالتة، انا ما اعرفش هم في الدرجه الكام، يفضل ياخدك يمين في شمال يمين في شمال. خلاص بقى، يعني هي باينه، اصابات شغال، مستوى وحش موجود، لعيب تقيل. انا قفشته من ماتش بورتو بتاع كاس العالم، بان قوي اللي هو تقيل وما يفرقش حاجه عن اللي موجودين. فخلاص مشي يا عم. تيجي بقى للعش باشا، انا مش هقول حاجه اكتر من اللي هو مش قادر يجري، ما بيلعبش طول السنه ومش قادر يجري. وطبعا يجي ياسين مرعي باينه من بدري، هو في اي التحامات اي كره عاليه هو لازم يهدى على الكوره، لا بقى واخد باله ان في حد مثلا في ظهره، ولا واخد باله ان في حد مثلا ممكن يجي يضغط عليه، ولا اي حاجه. دي نقطه مشكله فيه، الالتحامات والكور العاليه. المفروض تطفش، يعني عايز حد يقول له طفش وعادي. يعني المفروض المدير الفني يشوف لعيب عنده غلط، المفروض يقول له عليه مثلا. لكن هو من ساعه ما ابتدى لحد دلوقتي وهو نفس الغلط. يعني ارجع لماتش الزمالك، نفس الغلط بتاع ضربه الجزاء عملها النهارده على فكره. وكوكا باشا، يا نهار ابيض على كوكا باشا، لعبها في نص الملعب، مفيش برضه، صفر صفر صفر. جاله الصيف اللي فات تقريبا عرض كان ب 600,000 دولار ولا حاجة. والله قلت يا جماعة بيعوا، يعني ده لو جه في 100,000 جنيه بيعوا برضه، ده بيعة ملهاش شاري أصلا. ونفس دلوقتي برضه في خبر اتقال من أسبوعين اللي هو جاي له عرض من مش عارف منين ب 200 ولا 300,000. والله بيع يا ابني، انت مش هتلاقي له بيعة أصلا. زي قفشة برضه مش هتلاقي له بيعة يا ابني. في لعيبة كده والله ما بتعرف تباصي مش هتلاقي لها بيعة. وطاهر وشريف، الناس دي مش هتلاقي لهم بيعة، انت بس اللي عامل لهم قيمة. ويا جماعة تاني، شريف مخلص كورة بس كده، وجريشار عايز يمشي، وحمزة ده برضه عايز يمشي. الكلام ده قلته في الفيديو اللي فات والله على طول. الناس دي مشيها، اللي عايز يمشي مشيه، هينزل شوف هيبقى عامل ازاي. وهكذا معاهم طاهر، مش بقيمه بالاسيستات ولا الاهداف، ده تقييم طاهر ده تقييم شامل كده، ولعيب ما بيعرفش يلعب كورة. فما يغركش يا ابني جون جابه او اسيست عمله. بس تيجي تفكر، واحنا ما عندناش ناشئين ولا احنا ما عندناش لعيبه؟ طب واللعيبه ما بتجريش ليه؟ كل ده يا جماعه يتلخص، واسمع مني الكلمه دي، تحت حاجه اسمها اداره الكوره. واسمع مني الكلمتين دول. هي ايه اداره الكوره؟ هل هي وليد صلاح الدين او سيد عبد الحفيظ؟ لا، يعني مش قصدي على دول ما يتقالش اصلا عنهم مدير كوره، دول خاصين بالعقوبات ترتيبات فريق وحاجه كده. لا، اداره الكوره هي اللي بتقرر مين يمشي مين يجي. طب احنا عندنا مشكله في المدافع، فلا يعني نطلع مدافعين ولا نجيب ناس بدله؟ لا، احنا عايزين ننزل مثلا باعمار الفريق، احنا عايزين مثلا نزود اللعيبه الشباب. كل ده خاص باداره الكوره. اداره الكوره في الاهلي بايظه اديلها فوق الثلاث اربع سنين يا جماعه. نشوف لعيبه تمشي ولعيبه تيجي شكل غبي. يعني خليني اقول لك، الشحات كان هيمشي وطاهر قاعد، دي نقطة. علي معلول واحد عطية الله مشي، وكوك قاعد بيلعب مكانهم. المدافعين، انت عايز مثلا مدافع بيلعب برجله، تروح تجيب العش اللي هو ما بيعرفش يباصي. والله يا جدعان العش ده يعني اكرم توفيق نمبر 2. اداره الكوره في الاهلي، الناس اللي فيها معلش انا اسف يعني الكبيره في السن، بلاش العواجيز، انا مقتنع مليون المية ان دول اصلا مش متابعين كوره وما يتفرجوش على الكوره. دي ناس سنها كبير، فخلاص بقى دماغها مش في الكوره. وجهه نظري زكريا ناصف او مختار او الناس اللي موجوده كلها، دول ما لهمش علاقه بالكوره. جيب يا ابني ناس صغيره، ناس عندها عين، فهم دول السبب
الاساسي في ان في لعيبه في الاهلي ما لهاش علاقه بالكره موجوده، وفي تكوين الفريق. يا جماعه انت بتلعب بالفريق التاني، يعني دول البودلة الاساسيين بيبقى فيهم لعيبه ما بتعرفش تباصي. ونقطه تانية، في فريق مثلا عنده راس حربة اساسي، فبيكون محتاج ايه؟ راس حربة بديل. فانت هتجيب راس حربة بديل حد عنده مثلا 23 سنه وفرقه متوسطه، يجي يبقى هو عارف هيقعد دكه ويستحمل الدكه، او تطلع ولد صغير. ده الطبيعي وده الكوره. لكن معلش ما تجيبش راس حربة يبقى عندك وسام اساسي وتروح تجيب لي لعيب اوروبي وتيجي تقعده دكه. ما اكيد مش هيقبل الدكه، واكيد هيبقى لاوي بوزو سكه ودغري كده. وهكذا بقى المراكز. مثلا المدافع الاساسي يبقى عندك 2 مدافعين اساسيين وواحد معاهم يعني ايه مستوى متوسط، والباقي يبقوا شباب. ليه؟ عشان يقبلوا يقعدوا على الدكه. هي دي نقطه مهمه يا جماعه، وهو ده اللي كان مخلي العش النهارده اصلا نازل قرفان وجريشار بينزل قرفان. يا جماعه اللعبه دي مش تقبل تقعد دكه، وده طبيعي وحقهم على فكره. اللعيبه الوحيده اللي بتقبل تقعد دكه هم اللعيبه الصغيره. فدي حته برضو في اداره الكوره. يبقى انت المفروض يعني عندك مين اساسي ومفروض مين بديله. يعني مثلا باك اليمين مين الاساسي؟ للاسف محمد هاني. تيجي تبص مين بديله؟ عمر كمال. عمر كمال لاعب صغير؟ لا، وكان لعيب اساسي الفرقه اللي هو كان فيها. فده طبيعي مش هيقبل يقعد دكه. هيقعد دكه بس هيلي وبوزه، مش هيتدرب كويس زي ما بيحصل. يعني ما بنجيبش من بره، الامثله عندك موجوده. فانت تيجي تجربه بعد كده في الباك اليمين، لا ده مش نافع. مش نافع ليه؟ ما بيجريش، ما عندوش حميه. ما طبيعي ما يبقاش عنده حميه. الطبيعي يبقى محمد هاني وبديله واد صغير. وهكذا في باقي المراكز. يا عم تعالى الوينجات مثلا، طبيعي يبقى عندك 3 والباقي كله صغيرين. لكن انت ايه اللي بيحصل في الاهلي؟ عندك 3 اساسيين هيلعب منهم المفروض 2 بس. يعني المفروض يلعب بن شرقي مثلا وتريزيجيه ويقعد زيزو. لا ده هم ال3 بيلعبوا عشان مش هنقعد واحد فيهم وقاعد لهم بره الشحات وطاهر. طب يا جماعه طب ازاي؟ فين اداره الكره هنا تنظم الحته دي؟ لا امشي يا طاهر. وكان هيبقى عندك 4، انا 2 يمين و2 شمال، وتطلع عيل ناشئ. وهي دي الطريقه اللي بيطلع بيها الناشئين، اللي يبقى في لاعب اساسي وبيتصاب او مثلا بيقعد دكه مثلا في ماتش مش مهم زي النهارده، فالناشئ يلعب اساسي. يلعب اساسي وسط لعيبه كبيره. فالاهلي زي ما قلتها اديله 3-4 سنين اداره الكره فيه خربانه. والنهارده هيطلعوا يقعدوا يقولوا لك ايه؟ ده لعيبه ما بتعرفش تلعب، ده لعيب ما عندهاش حميه، ده الناشئين كسر. لا هي مش بالشكل ده. في لعيبه ما تقعدش في الاهلي، بالعكس دي اللعيبه دي بتقعد وبتجدد لها. اهو قفشه في النادي العراقي اللي جاي القفشه ده الاهلي طالب منهم مليون ليه يا ابني؟ ما تمشيه يا حبيبي، مشيه ويبقى في الاهلي 2 اساسيين من رمضان وامام، ويبقى معاهم كاظم. ولو عايز ترجع عمر الساعي رجعه. اهي يبقى في ميكس ما بين لعيبه كبيره وما بين لعيبه شباب. لكن طبعا طول ما انت مقعد قفشه هيبقى لاوي بوزو مش كويس وهينزل مش كويس. طبيعي ده كان لعيب اساسي خلاص مشيه يا باشا. لكن انت مش هتخلي لهم عندك. وهي دي المشكله. يعني انا النهارده اصلا ما اتكلمتش عن الماتش. هي المشكله بتاعت النهارده مش الماتش. النهارده دي تراكمات اداره غلط للاسف. يعني مفيش حاجه الصراحه تاني تتقال، مفيش حاجه تتعدل اصلا. بس دول كلمتين واحد يعني كان لازم يقولهم. والسلام عليكم.